السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر نور. فيديو النهارده يا شباب فيديو من نوع خاص يا شباب، فاللي هو لا يستاهل المشاهده، صح؟ فاتمنى ان انتم ما تفوتوش اي حته من الفيديو، لان انا ممكن في اي حته اقول كلام مهم جدا، فاللي هو خليك تابع الفيديو من اوله لاخره. كده كده الفيديو مش هيكون غير 10 دقايق بس، مش هطول عليكم، هحاول بقدر الامكان. فاللي هو تابع الفيديو من اوله لاخره عشان هتعرف، صدقني هتعرف حاجات كتيره جدا في الفيديو ده. طيب يا شباب، قبل ما نبدا الفيديو اتمنى لو انت لسه جديد او اول مره تشوفني، اتمنى ان انت تشترك معانا في القناه، هيفوتك كتير جدا، وتفعل الجرس وتاكد انت فعلت الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه بتاعتنا. شكرا على دعمكم يا شباب، بنوصل الفيديوهات لاكبر عدد لايكات ممكن، بطلب 1000 بيجي 2000 3، فاللي هو شكرا يا شباب. اتمنى تضغط لايك على الفيديو ده يا شباب، وما تنساش تكتب لي رايك الجميل في الفيديو. ولو انت مثلا يعني شايف ان انا قلت حاجه غلط، مثلا شايف ان انت عايز تضيف حاجه على كلامي، عايزني اعمل فيديو على حاجه معينه. الناس كتيره جدا هي اللي خلتني اعمل الفيديو ده، قالت لي عمر انت بطلت تتكلم عن بومبو، وناس كتيره جدا بدات اللي هي تاخد فكرتك وتتكلم عن بومبو او تتكلم عن الناس دي، فاللي هو احنا عايزينك انت اللي تتكلم عن الموضوع، ماشي؟ طبعا شكرا لتعليقاتكم وشكرا لتحفيزكم ليا اللي هو بيخليني انا اعمل الفيديوهات دي. فبس هو ده يعني، حابب بس اقول الكلام ده، اللي هو تكتب لي رايك في عايز نعمل ايه، او تضيف عليا نقطه، ممكن مثلا انسى نقطه انت تقول لي مثلا لا عمر انت نسيت 1 2 3 4، فخليك معايا بس في الكومنتات يعني. طيب، عملنا لايك وعملنا اشتراك وكل ده. طب ايه فكره الفيديو بتاعت النهارده يا عمر؟ فكره الفيديو يا شباب ان ناس كتيره جدا بتقول لك ان عمر نور وبومبو في خلاف بينهم، اللي هو يعني او بومبو بيقول ان عمر نور بياخد مشاهدات، او ان هو طلع في فيديو على الكلام اللي بيتقال ان هو طلع في فيديو على قناه بومبو المزيفه، وقال ان عمر نور بيحاول هو اللي عامل قناه رشدي والكلام ده كله، يعني هو بيحاول يوقعوا بيني وبين بومبو، يعني ده اللي انا فهمته. يعني القناه اللي هي اسمها بومبو اللي هي فيها حوالي 80000 مشترك. طيب يا شباب، الفكره في ايه بقى؟ الفكره اللي هو انا كلمت بومبو بجد، فاللي هو انا مش كاتب عنوان وخلاص والله، لا هو الراجل ده مش بطبل والله ويعلم ربنا، انا وقمه في الاحترام، وانا اتكلمت عنه كتير قوي، فاللي هو انا مش هتكلم عنه تاني. كلكم عارفين ان انا رايي فيه من الاول ان هو راجل محترم، وهو اسلوبه جميل جدا في اللعب، وان هو بيضحك الناس، وان هو حاله خاصه كده لوحده. اللي هو انا ياما شفنا يوتيوبرز وياما شفنا ناس بتلعب العاب جيمر وعلى اليوتيوب كل حاجه، بس ما شفناش شخص مميز بالطريقه دي زيه او زي ستيف جيمنج، اللي هو برضه ربنا موصلهم لمكانه عاليه جدا. يعني كل واحد بيجتهد ربنا بيديله على قد اجتهاده، فاللي هو بومبو ده بصراحه هو يعني هو راجل مجتهد جدا وراجل لذيذ جدا يعني. معنى يا شباب، طيب من قبل ما نكمل بقيه الكلام، لان في ناس بتنزل تقول لي ان انت عمر نور بيقول ان هو كلم اسلوب وكلم بومبو مش عارف ايه، وللاسف انت ممكن تبقى بتضحك علينا. طيب ده سكرين شوت انا كلمته على الفيسبوك بتاعه، فهتلاقي السكرين شوت ظهرت لكم. الفكره ان انا وريتكم بس السكرين عشان يبقى الكلام اللي جاي بعد كده مؤكد. طيب الراجل ده بصراحه يعني انا كلمته قلت له شكرا يا عم على الكلمتين الحلوين اللي هو قالهم عليا. الغريب بقى حاجه، خلينا بس معلش قبل ما نقول لكم انا قلت له ايه او قال لي ايه، خلينا بس كلمه بس. بومبو اللي هو قناه اسمها بومبو بالعربي بومبو بالانجليزي، اتكلمت عنها ياما ياما ياما، بس الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان هو نفسه نزل بث، سرق بث مباشر من بومبو الحقيقي، نزله على القناه بتاعتهم، فالناس كلها كانت بتقول لي ازاي بومبو طلع بصوته الحقيقي. كانت بعتت لي على انستجرام عمر نور بومبو طلع بصوته الحقيقي في فيديو ده انا لقيت قناه بومبو بجد الحقيقيه. فلا يا شباب الفيديو ده مسروق، بس لان اكبر دليل ان هو مسروق ان الفيديو ده كان بث مباشر، لكن نزل على قناه بومبو فيديو عادي جدا، فيديو محمل، فازاي ده بث مباشر وازاي ده فيديو انت محمله؟ فبس فاهمين الفكره؟ المفروض يبقى تم مثلا يقول لك تم البث في تاريخ كذا، لكن ده ما قالش تم البث، يبقى ده محمله كفيديو، يبقى هو سرق البث وحمله كفيديو، فدي اكبر دليل بس على صحه كلامي يعني. ما علينا. طيب الفكره ان هو نفسه حمل فيديو، يعني هو في تضارب يا شباب، هو نفسه المفروض ان انا على خلاف بيني وبينه، لان انا بقول ان هو مثلا قناته كاذبه، وهو بيقول ان عمر نور بيحاول يضرني ومش بيعاملني باخلاق الاسلام زي ما هو بيقول، يعني مالناش دعوه، كلامي يضحك بس مش مشكله. ما علينا. فاللي هو المفروض ان احنا على خلاف، يعني هو بيقول لك ان انا عايز ابوظ قناته وعايز ابوظ شقه واللي هو واخده يعني على بومبو، وعايز ابوظ مستقبله وحياته وتاريخه المهني وكل حاجه، وانا بقول ان هو كذاب. فبس ما علينا. في القصه ان في اختلافات بيننا او في خلافات قد تصل الى قفل القنوات، يعني احنا بلغنا عليه وهو بلغ علينا، اتكلمنا مع بعض، ما علينا. بس انا اختصرت القصه دي كلها، لقيت ان يعني خلاص ما فيش داعي اذيه ولا يأذيني، فخلاص انا بتكلم عليه وخلاص. يعني حتى قلت لكم في الفيديو اللي فات بلاش بلاغات وكده، مالناش دعوه. هو بقى الناس عايزه تروح تشترك، انا وعيت الناس بما فيه الكفايه، مش عايزين تشتركوا ما تشتركوش، فخلاص ما انا ماليش دعوه، يعني مش هعمل ولا اعمل بلاغات ولا هو يعمل بلاغات فيا بس. بس شباب تمام. فالفكره ايه، هو نفسه نزل بث مباشر بيقول ايه في اول الفيديو لو ركزت يا شباب، بيقول لك ان عمر نور في شاب جميل جدا اسمه عمر نور بيدافع عني ضد القنوات الكاذبه. طيب هو نفسه على خلاف معايا، ازاي ينزل فيديو ده لو هو بقى اللي منزل الفيديو، ازاي ينزل فيديو يقول ان عمر نور ده شخص كويس وان هو بيدافع عني ضد القنوات الكاذبه؟ انتوا مش فاهمين الحكايه صح؟ انا هفهمها لك. انا دلوقتي بشتم في بومبو، ازاي انزل فيديو عندي بقول ان بومبو ده شخص كويس وبيدافع عني وان انا بحبه كذا؟ المفروض ان انا بشتمه او مثلا انا على عداوه بينه،
فاكبر دليل ان الفيديو مسروق. تمام، هو حتى ما بصش في الفيديو، يعني هو خد البث المباشر حطه عنده من غير ما يشوف البث المباشر بيقول ايه او بيتكلم ايه. ده حتى في اول مقدمه كام ثانيه، يمكن الناس اللي اتفرجت على البث سمعت ان هو شكر فيا يعني. طيب انا دخلت كلمته على الانستجرام، كلمته على الفيسبوك، هو عنده بيج على الفيسبوك بس فيها مباشر وكده. دخلت كلمته قلت له شكرا يا عم على الكلمتين الحلوين، يمكن الشات ظهر قدامكم، شكرا يا عم على الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم في حقي وكده. يعني هو بصراحه انا فعلا يعني هو راجل قال كلمتين حلوين في حقي، انا ما كنتش مستني منه الكلام، يعني عامل زي هو فاجئني، اللي هو انا بعمل حاجه عشان انصح الناس لوجه الله، اللي هو لا ما كنتش متوقع، ما كنتش بعمل كده على اساس ان هو اروح ايه يا جدعان روحوا اشتركوا عنده قولوا له عمر نور بقى اللي هو اللي قايل كده عشان يشوفوا عمر نور. لا والله انا كنت اصلا ما كنتش اعرف ان هو بيشوف الفيديوهات بتاعتي، بس هي حاجه ادتني حافز شويه، بس انا ما كنتش اعرف ان هو بيشوف الفيديوهات بتاعتي بقى. فلو انا كنت بعمل ده من غير ما مش عايز ان هو يحفزني، او ان هو كنت مستني منه مثلا بعمل كل ده عشان هو يقول لي شكرا او ان هو اتكلم معاه والكلام ده كله. لا يعلم ربنا ان انا اصلا كنتش اعرف ان هو بيشوف فيديوهاتي او يوتيوب جيمنج. الفكره انا بعمل الفيديوهات دي عشان اوعي الناس، هدفها اول حاجه اوعي الناس شباب. جابت مشاهدات ما جابتش مشاهدات يعلم ربنا، الفيديو اللي فات ما جابش مشاهدات، رغم من كده انا بعمل الفيديو ده. فاللي هو انا مش بعمل فيديو عشان مشاهدات، انا بعمل فيديو على اساس ان انا اوعي الناس. كل فيديو بيبقى ليه هدف غير التاني يا شباب، وانا بقول لكم كده في العنوان وفي اول فيديو ما يبدا. يعني قلت لكم الفيديو ده هدفه ان انا اتكلمت مع بومبو بجد، وهدفي ان انا اكشف قناه بومبو بجد. لكن في شباب الناس بصراحه مش عجباني، معنى اللي هي طلعت قالت لك عمر نور هو بومبو. اللي هو ازاي عمر نور انا بومبو ازاي؟ يعني هو تخيل معلش ماشي، تخيل ان انا بومبو مثلا، ان انا عمر نور هو اللي عامل قناه بومبو، وبالاخص بيقول لك ان انا عامل قناه رشدي محمد. طيب اول حاجه ليه يا عم انا جيت ليه يا عم عامل ليه عمر نور هو بومبو؟ ليه يعني شفتني ماشي معاه مثلا في الشارع، شفتني انا اللي بنشر على قناه بومبو، شفت يعني في ايه؟ ليه قلت كده؟ ليه؟ قول لي. هيقول لك واحد ان انت كنت مشترك في قناته. طيب يا شباب انا فعلا كنت مشترك في قناته، انا ما انكرتش ده، انا كنت فعلا مشترك في قناته، كنت مشترك في قناه بومبو اللي هي اللي فيها 80000 مشترك. معنى ان انا كنت مشترك في قناته معنى كده ان انا بومبو. طب ما انا يعني لو اشتركت مثلا في قناه احمد حسن وزينب يبقى انا احمد حسن وزينب، لو اشتركت مثلا في اي قناه يبقى انا هو الشخص. فيها ايه يا جدعان؟ يا جدعان ده مش داعي ان انت تقول ان انا. تاني حاجه يا شباب، بعدين انا فعلا اشتركت فيهم لان اتابع اخبارهم. انا دلوقتي مثلا انا بنتقد واحد لازم اشوف اول باول نزل ايه عشان انتقده، فاهمين؟ يعني لو انا بتابعه، ايوه ما انا بتابعك لازم اشوف غلطه مين، نزل فيديو مثلا مش كويس ان انا هعلق عليك، فلازم اتابعك غصب عني علشان اشوف اخر اخبارك واتكلم عليها. فلو انا لو ما تابعتكش ما خلاص كده اتكلم عليك ازاي؟ مش هعرف عنك معلومات خلاص. فلو لا بشترك، رغم من كده لغيت الاشتراك عشان الناس اللي بتقول بومبو وعلاء صغير والكلام ده كله، فخلاص انا لغيت الاشتراك من القناه دي اصلا كده. الحمد لله عمر نور ما بقاش بومبو، صح كده؟ عمر نور ما بقاش بومبو. تاني حاجه بيقول لك لان انا كنت حاطط رابط مش عارف واحد محمد علي كلمنا على الانستجرام بيقول لي ان انت ليه كنت حاطط رابط قناه رشدي محمد بالاخص في فيديو عندك في الوصف وكده. يعني اشمعنى القناه دي اللي انت حاطط الفيديو بتاعها في الوصف؟ طيب خليني اقول لك على حاجه، انا ليه كنت حاطط يا محمد يا علي الفيديو ده في الوصف؟ تفتكر ليه كنت حاطط رابط القناه؟ هل مثلا بعمل لها دعايه تزيد المشتركين لا حاشا الله؟ لا انا كنت كاتب يا شباب اول حاجه انا مش متاكد ان دي قناه بومبو، معنى كده ان انا ما بقولكش روح اشترك فيها، صح ولا انتوا فهمتوا غلط؟ اللي هو انا بقول لك روح اشترك فيها، بس انا كاتب لك انا مش متاكد ان هي قناه بومبو، يعني انا بقول لك ما تشتركش فيها، انت فاهم الفكره؟ وبعدين انا كنت حاطط الرابط على اساس ان الناس تعمل بلاغات، تمام؟ ده الكلام المظبوط. لكن الناس اللي بتحرف كلام على مزاجها ده انت حر بقى يا برو، تمام؟ الفكره انه انا كنت حاطط الرابط فعلا، وكنت حاطط رابط قناه رشدي فعلا على اساس ان انا اقول لهم قدموا بلاغات في القناه دي. انا ما بقولكوش قدموا بلاغات والكلام ده كله، انا دلوقتي خلاص قلت لكم مش عايز بلاغات ولا اقدم بلاغات في حد ولا حد يقدم بلاغات فيا. يعني انا هطلع اتكلم عليكم خلاص، ماليش دعوه بيكم بقى. معنى الفكره يعني عشان ما نخرجش على الموضوع، الفكره ان انا كنت بقول لك قدم بلاغات فيها، فوقتها كنت انا شادد حمله على قنوات بومبو كلها، كنت بقول للمتابعين عندي قدموا بلاغات، وبالفعل المتابعين كلهم قدموا بلاغات، وقناه دي طلعت عيطت والكلام ده كله. ما علينا، الفكره في ايه؟ ان انا كنت حاطط رابط القناه عشان اقول لك اديها بلاغ. يعني مثلا تخيل لو دي قناتي انا هقول لك روح قدم فيها بلاغ واقفلها، ما كنت ممكن ما احطش الرابط وخلاص كده انا اتكلمت عن رشدي محمد، الناس هتروح تدور على اليوتيوب باسم رشدي محمد وكانت هتشتري دي لو قناتي يعني. فاللي هو الفكره ان انتوا بتقولوا اي كلام يا جدعان وخلاص كله، وبعدين لقيت ناس عايزه تاخد مشاهدات باسمي، يعني عمر نور مش عارف هو بومبو، عمر نور كذا. يعني انا مش ضد ان انت تاخد مشاهدات، بس ما تاخدش مشاهدات وتسوق سمعتي. يعني مثلا انت عايز تعمل لي مفاجاه، مثلا عملت لي فيديو شكر فيا، عملت لي مثلا فيديو، مش معنى كده بقول لك ان انا ما بحب كل الناس تشكر فيا، لا. يعني مثلا اطلع اتكلم في حقائق، قول له عمر نور غلط 1 2 3 4، كلامك يبقى مقنع. لكن ما تقوليش 1 2 3 4 انا مش مقنع، انت كده بتاخد مشاهدات على قفايا مؤاخذه في الكلمه، وبتشتمني كمان. فاللي هو حتى الفيديوهات دي واخده ديسلايكات كتيره جدا، يعني الناس مقتنعه بالكلام. معايا يا شباب، هو ده فيديو النهارده. طبعا انا بشكر بومبو لو انت بتشوف الفيديو على تشجيعك ليا، فاللي هو الكلمه دي تشجيعك ليا.
كمان يا شباب انا طلبت زي ما انتوا قلتوا لي، طلبت منه ان هو يعمل معايا فيديو على القناه، وبصراحه ده هيبقى شرف كبير ليا يعني. ما علينا. اتمنى، هو طبعا شاف التعليق بس لسه ما ردش، اتمنى ان هو يرد علينا يعني. حتى لو مش عايز يصور مفيش اي مشكله، خلاص عادي يعني. انا عارف ان هو راجل مشغول دلوقتي، بيبث على اليوتيوب وبيلعب مع ستريت جيمنج وبيعمل، فهو الراجل مشغول فعلا. فانا كنت بس عادي، انا عايز اعرف عنده وقت فاضي ولا لا. فبس شباب باذن الله هنشوف كده لو هنصور فيديو مع بعض ولا لا. فاتمنى لو انت بتشوف الفيديو ترد عليا على الفيسبوك. انت كمان تقدر تراسلني على الانستجرام، او تقدر تشترك في القناه الثانيه بتاعت التحديات، لسه نازل عليها تحدي نار هتموت من الضحك. هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكربشن، وكل الروابط دي هتلاقيها في الديسكربشن برده، رابط الانستجرام، رابط صفحتي تقريبا على الفيسبوك، رابط القناه الثانيه، في كل ده هتلاقيها في الديسكربشن. بس شباب ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. سلام.